رياضي من طراز مختلف لأنه من البداية قرر إن التاريخ يسجل إنجازاته وبطولاته بحروف من نور. بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب اللي حقق الفوز الأكبر بحصوله على برونزية الأولمبياد. إيهاب سجل في تاريخه ذهبية إفريقيا 18 مرة وذهبية البطولة العربية 12 مرة والبحر المتوسط 3 مرات وبطولة العالم 11 ميدالية. محمد إيهاب بطل رياضي مصري أصيل حلم إنه يتوج بالبطولات وحقق حلمه وبقى قدوة لجيل كامل في لعبته. كابتن محمد إيهاب البطل العالمي النهارده كنت موجود معانا في تاس اكاديمي مشرفنا، حابب اعرف انطباعك ورؤيتك عن الويت ليفتنج اوبن داي معانا هنا النهارده مع البطل سلطان. والله النهارده كابتن سلطان يعني فيجن كبيره جدا ومدرب مخضرم وقديم جدا في اللعبه، منافس شريف، سنين طويله بننافس مع بعض. حبيت النهارده ان انا اكون اتعلم منه، وده ما حدش كبير على علم، وده يضيف لي ما يقلش مني، وان شاء الله يكون النهارده يوم جميل جدا. شايف الناس كلها مهتمه وحاضره ان تفهم يعني ايه ويت ليفتنج. معظم الناس طبعا من مجال الكروسفيت جايين ياخدوا ستيب كويسه مع الليفتنج. ان شاء الله يكون يوم النهارده يوم لذيذ، واضافه كبيره جدا يكون في كذا رؤيه وكذا وجهه نظر، اضافه للناس الموجوده، خصوصا كابتن عبير موجوده برضو، بطله اولمبيه كبيره وحققت ميداليات كتيره. اسلوب برضو ان انا ادخل للبنت باسلوب تفهمه تستوعبه، مش كل الولاد برضو يفهموه. اضافه بالنسبه لي ان يكون في بنت موجوده في الكلاس او في السيمينار، ان هم يستوعبوا منها اكتر وبسهوله، عشان مش كل الاساليب يقدر كل لاعب يفهمها. نقل الخبرة العملية من أبطال زي حضرتك وزي كابتن سلطان هو أمر ضروري وأمر مهم علشان الناس أو الكباتن اللي ناويين يدخلوا المجال يقدروا فعلا يوصلوا للمعلومة الحقيقية اللي اتجربت على أرض الواقع وعلشان يتفادوا أي أخطاء. عايزك تقول لي كده النهاردة، هل ده قدرنا نحققه النهاردة في الويت ليفتنج أوبن داي؟ طبعا هو في مدربين كتير يوجدوا المشكله وده طبيعي، لكن مش اي حد طبعا يوجد العلاج بيوفر كتير جدا، ومرشد يوفر عليك مشاوير لدكاتره، ويوفر عليك وقت ضايع ومجهود ضايع طبعا. ده طبعا اللي كان متوفر النهارده، وده هيدي زي ما قلنا فيجن لكل الناس، يحاولوا ان هم يعني يختصروا الطريق للوصول لافضل رقم باقل اصابات. رسالة تحب توجهها لكل الكباتن اللي ناويين يدخلوا المجال الويت ليفتنج علشان ما يقعوش فيها او علشان ما يضروش العملاء اللي معاهم، ايه اللي تحب تقوله له لازم يتبعه الفترة اللي جاية علشان فعلا يكون مؤثر في الويت ليفتنج؟ المعلومه لازم تبقى طالعه من خبره وطالعه من علم وطالعه من تجربه. فانا شايف ان حياه بني ادم معايا في ممكن يمين او شمال تجيب له اصابه تنهيه خالص، مش عن الرياضه بس عن اي حاجه. وممكن ان انا اوجد منه شخص يحب الرياضه ويخلي كل اصحابه وكل ذريته يكونوا في المجال ويحبوا الرياضه. فالريموت مع المدرب ان كان صح، فانت اختيارك بيكون ليك، ان كان غلط طبعا بيبقى عليك. رسالة تحب توجهها بقى لتاس اكاديمي من خلال وجودك معانا النهارده؟ طبعا بشكرهم طبعا ان هم حطوا الليفتنج في وسط العاب كتيره. الليفتنج لعبه اساسيه في كل الالعاب في الاعداد البدني، والرفع الاثقال بالشكل المظبوط كل الالعاب محتاجاها. حاجه بايوميكانيك لازم كله يشتغل عليها، حمايه للمفاصل وحمايه للاصابات والعضلات، حمايه لكل شيء ممكن بعد كده ياثر بالسلب على صحه البني ادم. شكرا ليك يا كابتن محمد إيهاب، حضرتك بطل ومشرف لينا كلنا وسعداء بوجودك معانا النهارده في تاس اكاديمي.